كانت تلك الظهيرة حارة لاهبة، قد وصل فيها الصيف إلى أوج إشراقه وذروته، فتعطلت المدارس والأشغال والناس في بيوتهم لا يغادرونها، والسنون كف عن تحليقاته في أعالي السماء، وبقي في حجراته في السقوف ملازما لها، فاتخذت السقوف هذا القيظ اللاهب الصافي المهدئ والمسكن والمعطل لكل الأشغال والأفكار اليومية فرصة لتدخل في حديث هوى وعشق، حديث طويل مع السنون في صومعاته تعبر له بهمس وغمغمات سائلة عن لواعجها ومكابداتها وعواطفها اللامرئية بتفاصيل دقيقة وشروح مستفيضة ذات تواريخ ومشاهد، بل وبراهين يستدل بها ويثبت الهيام والغرام الذي لها، ثم لتصل في همسها وحديثها عن العشق درجة عليا، فتغلو وتشطح عن الانسجام والتمازج والتلاصق بين السنون وبينها، لتقول بهمس يشبه خرير الماء بين الجبال: حبر أسود قاتم قاتم أنت يا سنون يا سنون، ونحن لك ماء. غريق نهر الخنزير. ربما يمكن تسميته بغريق نهر الخنزير، فهو الذي شاهد مياهه تنخفض شيئا فشيئا، ويوما بعد يوم، بعد السيل والفيضان، ورأى الناس بهيجين ومبتهجين فيه كأنما في عرس، يجمعون منه السلاحف التي جلبها مع فيضانه، ويصفون الرمل أكواما عبر مناخلهم القائمة على الأرض، وهو عائد من الإعدادية في الصف السابع، حيث المدرسة على الضفة العليا، ويصير المشي نزولا نزولا قليلا كلما اقترب من الطريق الإسفلتي على جانب النهر، وشاهد العشاق وأصدقائهم وهم يتمشون في الأعصر والمساءات، مارين من على الجسر من الضفة اليمنى إلى الحارة بعده، حيث بيوت المشايخ وتكاياهم، ذاهبين إلى فتيات شقراوات هناك بلا أمل تقريبا في حب أو اهتمام متبادل. يكثر روث البقر في هذه الضفة، فبعض العوائل تربيه وترمي بالروث مباشرة أمام بيوتها في النهر الذي بلا ماء، فيمسك العاشق وصديقه أنفهما وأنفاسهما لمسافة 20 مترا تقريبا حين عبورهما من هذه الجهة إلى الضفة المقابلة، ويعزي العاشق نفسه وصديقه بعد اجتياز الجسر بقليل وفتحهما لأنفاسهما واقترابهما من بيت الفتاة الشقراء التي يحب، فيقول: هناك روث وهنا ريحان. ربما يمكن تسميته بغريق نهر الخنزير هكذا اعتباطا وعشواء فقط لذكر النهر والأيام على جانبه، عارفا تمام المعرفة أنه لم يغرق
قط أحد في الخنزير ولا أوشك أن يغرق أحد. هكذا اعتباطا وعشواء ليكون للنهر في تاريخه الطويل غريق واحد لم يغرق فيه أبدا، إنما عبره آتيا من الصف السابع الإعدادي إلى البيت، أو رأى العشاق وأصدقاءهم يمسكون أنوفهم ويكتمون أنفاسهم حذر الزبالات والروث والأوساخ المرمية هناك في نهر الخنزير الهادئ الصامت بلا قطرة ماء ولا ذرة نفس. مثل كردستان عودي. صعد الشاعر السوريالي من القامشلي منصة الإلقاء في المركز الثقافي في القامشلي يقرأ قصيدة حب كتبها على جمهور غفير جالس وواقف يصل حتى الشوارع المجاورة كثرة وازدحاما، مبتدئا هكذا: عودي إليه عودي، لقد امتلأت الحدائق والشوارع بخطواته انتظارا انتظارا. فانتفض الجمهور الغفير القاعد والقائم مرددين وهاتفين: عودي إليه عودي، كما عادت فلسطين إلى الفلسطينيين وكردستان إلى الكردستانيين. فاحتج الشاعر وضرب بأوراقه على الميكروفون أمامه قائلا: لا تعودي إليه، لا تعودي، واتركي خطواته تجف تجف إلى آخرها على الشوارع. انتظارا انتظارا، فقام الجمهور ثانية، القائم منه والقاعد هاتفا بصخب وعنف: عودي إليه عودي، مثل فلسطين مثل كردستان عودي. وهجموا على الشاعر يحملونه على أكتافهم في مسيرة ليعودوا به إلى محل المحروقات الذي كان يعمل فيه ليل نهار، ولا يجد ولو نصف ساعة من الزمن ليذرع الشوارع والحدائق انتظارا انتظارا.